بعض المرات ما كنكونوش كنبغيو شي واحد، ولكن كنكونوا كنحاولوا نصلحوا واحد الجرح قديم من خلال هذا الشخص هذا. وهذا الشيء هو اللي كيخلينا نعاودوا نفس الاخطاء ونفس الالم مع ناس مختلفه. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج هذه حياتك. بزاف ديال الناس كيتعاود عندهم واحد الفكره لداخل كتقول لك علاش انا ديما كنطيح في نفس النوع ديال العلاقات، واخا بزاف ديال الاشخاص كيتبدلوا كيبقى نفس الاحساس. يقدر يكون خوف، يقدر يكون تعلق، يقدر يكون عدم امان ولا انتظار ولا جوست واحد العياء نفسي. فاش كتسالي العلاقه كنرجعوا نسولوا راسنا واش المشكل فيا، ولكن نفسيا المشكل ما كيكونش فيك انت اكزاكتومون. المشكل كيكون في النمط النفسي اللي تربيتي عليه، اللي تعلمتيه على الحب ولا على الامان ولا على التعلق. واليوم غادي نهضروا بشكل ادق على هذا الموضوع. دابا غنمشيو دقه دقه ونشرح لكم هذا الشيء. الدماغ ديالنا ما كيقلبش ديما على لامور. شنو كيقلب على شي حاجه تعود عليها. هاد الفكره مهمه بزاف نفسيا. علاش؟ الدماغ البشري ما كيقلبش على واحد الحاجه اللي صحيه، كيقلب على واحد الحاجه اللي عارفها حتى ولا كان ديك الحاجه مؤلمه. الا كان الطفل كيكبر وسط واحد الحب متقلب، كيكبر وسط الصداع ولا وسط لينيورونس ولا وسط الخوف ولا النقد ولا كيكون عدم استقرار عاطفي اون جينيرال، الجهاز العصبي ديالو كيتبرمج على ان الحب كيساوي لو ستريس، التوتر. ومن بعد فاش كيكبر وكيدير علاقه كتكون ترانكيل بخير، كيحس بانها بارده ممله ما فيهاش الحماس. ولكن فاش كتكون العلاقه متعبه كيحس بها واو قويه. علاش؟ حيت الجسم ديالو متعود على القلق، ما متعودش على الامان. علاش الانسان بالطبيعه ديالو كينجذب لشي واحد اللي كيجرحو؟ في التحليل النفسي كاين واحد المفهوم اللي كنسميوه لا كومبولسيون دو ريبيتيسيون. هذا المفهوم ديال فرويد ça veut dire ان العقل كيعاود نفس الجرح. علاش؟ باش يحاول يلقى واحد النهايه مختلفه. غنشرح لك مثلا واحد البنيته في الصغر ديالها كانت كتقلب على اللي يديها فيها ويبغيها، شي حاجه اللي ما خداتهاش. فاش كتكبر elle s'attire par quelqu'un اللي ما مسوق لهاش. دونك شنو كتبدا دير لامبوسيبل، كتقول هاد المره غادي يبغي هاد لا بيرسون غتبغيني. ولكن شنو كيوقع؟ كتدخل في واحد الدائره ديال انك كتبقى تسنى فيه يبغيها، كتعلق، كتالم، واحد المحاوله مستمره باش انها تربح هذاك لامور. المشكل فين كاين؟ المشكل هو ان داك الطفل الداخلي اللي فيها ما كيقلبش على الحب فقط. شنو كيقلب على اصلاح الماضي، على داك التروما اللي عندها، اللي كان عندها مع والديها ولا مع الناس مع اللي كانت عايشه، وكتقلب على اللي يبغيها ويديها فيها، سواء كانوا دي بارون ديفورسي ولا دي بارون سيباري، ولا الله يسمح لهم شي والدين اللي ما كيعرفوش حتى كيفاش يوصلوا الحب والاهتمام لوليداتهم. دوكو كيف ما قلنا كتبقى تقلب ماشي على الحب، كتقلب على اصلاح الماضي. اللي خاصنا نعرفوا ان الصدمه كتعيش في الجهاز العصبي ماشي غير في الذاكره ديالنا. بزاف ديال الناس كيقول لك كيحسب لهم باللي انا نسيت داكشي اللي وقع، صافي نسيت لونفونس، نسيت. ولكن الجسم ديالنا راه ما كينساش فاسيلمون فاش كيكون ان تروما بسيكولوجيك. الصدمه كتخزن في الجهاز العصبي، يعني حتى ولا العقل ديالنا نسى، الجسم كيبقى سوا خايف، سوا il attend quelque chose qui se passe, soit il est prêt انه يقول لا ولا انه il quitte la personne. هنا كتوقع واحد الحاجه مهمه. هاد الشخص هذا ما كيشوفش داكشي ديال لو بريزون، ولكن كيبدا يرد على الالم اللي قديم عنده، اللي تفاعل عنده. مثلا هذاك لا بيرسون اللي معاه تعطلات باش تجاوب، ولا مثلا كان برود. هادشي هذا راه يقدر ينوض ليه واحد الخوف قديم، والشخص كيبدا يقول علاش دار معايا بحال هكذا، وهذيك ردة الفعل كيضخمها، كيولي بحال راه ما عرف شنو وقع، اور كو سي جوست لي لو باسي. بعض العلاقات ما كتكونش كيف ما قلنا سابقا، ما كتكونش واحد الحب صحي. شنو كتكون واحد لاديكسيون ايموشنيل. علاش؟
حيت العلاقه اللي كتكون متقلبه كتخلق في الجسم ديالنا لو ستريس ولا لاطونت ولا انك خايف. واحد الوقيته كترتاح شويه كيتعاود لو سيكل. هذا لو سيكل هذا كيطلق لنا الدوبامين بواحد الطريقه قويه، والدماغ ديالنا كيتعلق بالانتنسيتي. داكشي بعض الناس كيقول لك انا عارفه انا عارفه هاد لا بيرسون كتاديني ولكن ما قادراش نبعد. علاش؟ حيت التعلق هنا ما كيكونش غير عاطفي، لا راه كيكون عصبي. داكشي اش قلت لكم طالور، راه الصدمه لو تروما بسيكولوجيك ديال لونفونس كيبقى مسجل عندنا في الجهاز العصبي ديالنا حتى ولا كان العقل راه نساه. الوغ علاش العلاقات اللي كتكون صحيه كتبان لينا غريبه نوعا ما؟ الوغ هاد النقطه هذه بزاف ديال الناس اللي تعودوا على داك لو كاو ايموشنيل فاش كيدخلوا في واحد العلاقه اللي كتكون ترانكيل مستقره، الجهاز العصبي ديالهم كيقول لك كيفاش ما كاينش سسبانس. كيقول لك هاد لو كالم هذا مليت، ولا لوتر بيرسون ال ميم با، ولا انا ميم كنبغيش، ولا ما حاسه بوالو. ولكن الحقيقه النفسيه ديال هذا الشيء ان داك لا ترانكيليتي، داك الامان الهادئ كيبان غريب على الجهاز العصبي ديالو اللي تعود على القلق. دابا غادي نعرفوا كيفاش نبداو نكسروا هذاك النمط اللي تعودنا عليه. الوغ باش نتشافاو ماشي اننا خاصنا نلقاو داك الشخص المثالي اللي غادي يفهم لينا التروما ديالنا. الشفاء هو انك انت ما تبقاش تنجذب لنفس الالم. كيفاش؟ اولا تكون واعي، صديقو كتقول انا ماشي كنختار الاشخاص فقط، انا كنختار الاشخاص، كنختار الاحساس المالوف، واحد الاحساس اللي ديجا حسيتو. دونك نفس الاحساس كنحسو جو لي مين. خاصنا نفرقوا ما بين الحب والتفعيل العاطفي. يعني شنو؟ يعني ماشي اي احساس قوي حسيت بشي حاجه قويه راه سي دو لامور. بارفو راه كيكون واحد لاكتيفاسيون ديال التروما ديال. الوغ ثالث حاجه هو اننا نتعلموا الامان. صافي دير كوا صافي دير كل الجهاز العصبي ديالنا خاصو يتعلم ان الهدوء راه امان، الاستقرار راه سي با دلوني، راه ماشي ملل. والحب ما خاصوش يكون فاتيغو، ماشي عندك المشاكل صافي واو سي دو لامور. رابع حاجه هو اننا نديروا اعاده بناء الاستحقاق. الوغ الناس اللي ما حسوش بالامان في الصغر غالبا ما كيعرفوش شنو انني نستحق علاقه مريحه. والشفاء كيبدا فاش الانسان كيصدق فعلا ان الحب تستحق انك تبغي بلا ما تخاف، بلا ما تعيا، بلا ما تكون في علاقه سامه. الوغ بعض العلاقات ما كتجرحناش حيت هي خايبه، ولكن حيت كتلمس فينا واحد الجرح قديم لداخل. وفاش كنفهموا هذا الشيء وكنوعاو به كنبداو نخرجوا من داك التكرار نفس لي ريلاسيون كنعاودوهم. الوغ الحب الحقيقي ما خاصوش يخليك كتحارب باش انك تبقى ايمي. الحب الحقيقي كيكون سلس، كيكون توافق ما بين جوج الناس اللي كيكملوا حياتهم، وضروري يكونوا متوازنين نفسيا. حلقتنا ديال اليوم سالات، نضرب لكم موعد ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس الموعد مع 9 ديال الليل على قناه هذه حياتك. تبقاو على خير. هذه حياتك، هذه حياتك، هذه حياتك، هذه حياتك، هذه حياتك.